كنت ماشي في مصطفى كامل وجعان جدا، فببص في جيبي ما لقيتش غير 5 جنيه، فبصيت كده لقيت مكان زحمه قوي، بصوا الاسعار كلها عامله ازاي، فقلت بس هذا هو ذوق. فطلبت اول حاجه واحد صدق بالجبنه، وده بيبقى عباره عن صدقتين بلدي بيتحط عليهم صوص جبنه كتير. موضوع الصدق بالجبنه ده انا كنت اول مره ادوقه، فبجد عجبني فوق ما تتخيل. بس عايزين الصراحه اللي جاي كمان اجمل. دخلني يا ابني في اللي جاي، ستريبس بالبطاطس بالجبنه. ده بقى بيبقى عباره عن ايه؟ العيش الفينو كده بيتحط فيه بطاطس، بعد كده يتحط عليه قطعتين ستريبس ويتغرق برده جبنه. وبصراحه كده ده اللي يتقال له اكادو من فرطه لجماله ازوج. جماعه ميكس الستريبس والبطاطس والجبنه بجد جامد قوي. السندوتش ده مجرم بجد، خطير. بعد كده بقى دخلت في سندوتش بيتزا، وده بيبقى عباره عن بسطرمه موتزاريلا وزيتون وفلفل، يعني نفس حاجات البيتزا بالظبط، وبيتحط في الميكروويف كده يسيح. وبص بقى نصيحه لوجه الله، السندوتش ده لازم يتاكل سخن، يعني بص ما ينفعش ما تاكلوش سخن. بص انا عايزك تتفرج، بس اتفرج جامد. دخلت بقى بعد كده في سندوتش الرنجه، واللي عجبني فيه اللي هي رنجه بيتي بالبطارخ بكل حاجه، ولا بقى محطوط عليها طحينه ولا اي اضافات. السندوتش ده بقى اسمه ودي عبد الله، وده ب 5 جنيه، عشان انت لو رحت اي يوم خميس هتاخد سندوتشين حادق عليهم ودي عبد الله اللي قدامك ده، اللي هو موز بالشوكولاته بالكريمه ب 5 جنيه بس. يا سلام بقى لو واحد بيتزا مع واحد ستريبس بالجبنه مع ده جامد قوي. السندوتش ده ميزته بالنسبه لي اللي هو خفيف بصراحه، مش بيجزع. دخلت بقى بعد كده في الوافل، ودي بصراحه عجبتني وما عجبتنيش. انت بتختار الصوصات اللي انت عايزها، انا قلت فور سيزون عشان اجرب اكتر الحاجات الممكنه يعني. ورشه كده الوايت شوكليت فوق الوش. بصوا بقى انا اقول لكم على حاجه، صوص الشوكليت عندهم حلو قوي قوي، لان هم بيستخدموا نوتيلا يعني، فاهم؟ فطعم الشوكولاته انت هتلاقيها مختلف، لكن طعم البيستاشيو انا ما حسيتش بيه خالص يعني. طعم الشوكولاته اللي هي الوايت دي كان مغطي عليه كتير، فانا بصراحه ما حبيتش البيستاشيو. بجد يا جماعه تجربه جامده قوي، لازم تجربوها لازم. سلام. ربنا يخليك يا رب، تسلم يا رب، ربنا يخليك، شكرا اتشرفت بيك.